أقف أمام لوحة فنية أبدع الرحمن تشكيلها، ثم وهبها الحياة من روحه الإلهية بسكنها وإلفتها وحركتها بقدرته العظيمة، ليبدأ آدم الحياة وتبث منه حواء. تجلى الخالق بما خلق وأبدع وكون، وجعل صفحة الوجود لوحة خارقة الجلال والجمال والروعة. وها هي حواء تدعوك من تفاحة الحديقة الأولى التي أرجعتك إلى طين الغواية والدنيا الهابطة من علياء علاها، أن تقدم الطاعة والإجلال لأميرة الأميرات وتركع تحت قدميها. ما أشبه الرجال بك، لكنهم قليلون. يا للعشق، كم يمر به عشاق عابرون وعاشقات. لا تظن يا سيدي بأنك تفقد رجولتك إن كنت عاشقاً لحواء، فكلاكما على الغواية عشتما واشتركتما في محنة الهبوط من الفردوس الأعلى لجحيم الدنيا. حواء هي منك، هي ضلع من أضلاعك، قطعة منك، من عطفك وحنانك ترويها لتكون زهرة حياتك، مؤنسة وحدتك. أنفاسها منك، تعشقك نعم، ولكن إياك أن تستضعفها، لأن كيدها عظيم عظيم وقاتل. هكذا قال الرب في كتابه الكريم.